شكرا للزميلات في استوديو يوم جديد. اليوم احنا في تغطية في أكاديمية الآثوريين، هذه الأكاديمية اللي بها كثير من المواهب الجميلة. اليوم تغطية مميزة وخاصة ومختلفة وبها كثير من التحديات الكلش حلوة. خليكم ويانا وهذا هو الاختبار للجولتشي. هاكو ابو الرجل، يلا ابو الرجل اذا جبتها يلا يا معود يلا هاي. اهلا وسهلا بك كابتن عمار. اهلا وسهلا بكم، نورتونا اليوم. احكي لنا شوي عن الاكاديميه، عن المواهب اللي موجوده بهالاكاديميه. طبعا احنا اكاديميه كره قدم وسباحه. زين. نختص بهاي الفئتين من الرياضه. عندنا مشاركات داخل العراق وخارج العراق، عندنا باوروبا من مشاركات باسبانيا وفرنسا كل سنه تكون عندنا مشاركات. الحمد لله والشكر قدرنا انه نطلع كم لاعب. عندنا لاعبين حاليا بنادي ختافي في اسبانيا. حلو. يعني قيد الانشاء، يعني بالفئات السنيه مال نادي ختافي. بالفئات السنيه اي نعم، قيد الانشاء. وبدنا نعمل على تطويرهم. احنا هل نقدر عليه بخصوص منهاجيه. طبعا كره القدم بالعراق شويه صغرت الملاعب، مو ما نقدر نطبق على ملعب داعش وملاعب كبيره، بدنا نشوف ملاعب اغلبها سباعيه وهاي، لان للاسف ملاعب الداعش احنا نفتقر لهذا الشيء. يعني اليوم التنشئه والاساس مال اللاعب الخماسي يختلف عن لاعب ال11. اكيد طبعا لياقته زين. هذا ما ياثر على تكوين لاعبين للمنتخب الوطني يعني ال11؟ طبعا ياثر 100%. وقفه ال11 تختلف عن وقفه ال7 ب7، بس احنا مبدئيا احنا بدنا نشتغل على فئات سنيه صغيره، يعني زين. عمر 9 سنوات 7 سنوات 10 زين. سنوات لحد ال 14 سنه. زين. لحد 15 سنه نوقف، احنا ما نستقبل بالاكاديميه، لان هذا ورا ال 15 سنه ما تقدر تطوره، اكو نادي يقدر يطوره. زين. اذا نريد نحكي عن المواهب، انت قلت اكو مواهب بنادي ختافي. عندنا موهبتين، عندنا بنادي ختافي. زين. طلعتوا للانديه العراقيه، الانديه المحليه طلع؟ عندي لاعب هسه بنادي الشرطه. وعندي لاعب بنادي كرخ. زين. وعندي لاعب ايضا بنادي قوه الجويه. حلو. اي عندنا يمكن 7 لاعبين يلعبون حاليا بالدوري الممتاز. التدريبات عندكم ال11 لو الخماسي صالات؟ احنا بعد نتمرن 7 ب7، وعندي ملعب ثاني 9 ب9. زين. وعندي ملعب 5 ب5. يعني والمواهب اللي تصعد تطلع احنا المواهب اللي تصعد للامانه نشارك بهم البطوله باسم الفريق مالنا. زين. حلو. لا من يلعبون بالانديه العراقيه، يلعبون بالانديه ال11 لو بالصالات؟ لا ب11. 11 يطلعون يلعبون كله 11. حلو. زين. منو المواهب اللي عندك حلوه بالفريق هسه تقول هذا ممكن راح يصير لاعب بالدوري العراقي؟ حاليا انا عندي الحارس مرمى فيصل. فيصل تعال بابا. تعال لا تخاف تعال. هلا فيصل، شلونك؟ الحمد لله. كابتن فيصل، كابتن عمار دا يقول انا من المواهب اللي عندي اللي كلش عندي ثقه بيها فيصل. فانت احكي لنا عن نفسك، انت شنو اسمك؟ ايش قد عمرك؟ اسمي فيصل. عمري 11. عمرك 11؟ 11 سنه. صار لك ايش قد بالاكاديميه؟ تقريبا 2 سنين ونص. كم جول صاير عليك بحياتك؟ هواية ما اعرف. هوايه؟ زين. منو القدوه اللي انت تحبها تقول انا اريد اصير مثل هذا الحارس؟ نوير. نوير؟ نوير. هم مثله تلعب برجلك حلو هيجي؟ زين. بالعراق؟ العراق جلال. تحب جلال؟ ونفس قصه شعر جلال. الله يخليك ويوفقك حبيبي، حبيبي موفق. كابتن هسه احنا اكيد راح نكمل تغطيتنا بالاكاديميه ونشوف بعد المواهب اللي موجوده، وعندنا هم تحديات راح تكون موجوده داخل الاكاديميه حتى نختبر الشباب اللي موجودين. خليكم ويانا حتى تستمتعون. يلا هدف عالمي فهد، يلا يلا ما يخالف، خيرها بغيرها. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون ايش قد عمرك؟ 12. الكابتن عمار يقول لي انت لاعب تخبل، شنو مركزك؟ انا جناح. جناح. شنو او انت صار لك ايش قد قلت لي عمرك؟ انا 12. 12 سنه. صار لك كم سنه بالاكاديميه؟ يعني ما صار لي هواي بس 6 شهور هيك. 6 شهور. شنو اللي اضافته لك الاكاديميه؟ انت اكيد كنت تلعب طابه قبل لا تجي. يعني خلتني العب زين، تمريناتها كلش زينه، خلتني عندي قوه بدنيه تتحسن. قمت اركض، كنت ما اركض، كنت يعني شويه سمين. اعطتني كورس بعفوت، قمت صرت لاعب. انت برشلوني لو ريالي؟ لا ريالي. ريالي. يعني تحب ميسي؟
لا رونالدو. تحب رونالدو؟ طبعاً. تصير مثل رونالدو؟ ان شاء الله. زين بالعراق منو تشجع؟ اني زوراء. زهراء، يعني تحب قوقية. طبعا. زين منو اكثر لاعب تحبه بعد قوقية؟ لا بس قوقية. بس قوقية؟ بس قوقية. يلا ان شاء الله تصير مثل قوقية واحسن. ان شاء الله. يلا حبيبي، زين نكمل لقاءاتنا، مستمرين بتغطيتنا لهذا اليوم. وشنو اسمك؟ محمد. محمد. حمودي ايش تلعب؟ في وسط. وسط؟ اي. زين، شنو اكثر شيء انت يعني تتميز به من الملعب؟ الشوت، الباص؟ باص. باص؟ اي. يمناوي يسراوي انت؟ يمنى. يمنى. منو تحب من اللاعبين؟ اي لاعب؟ العراقي ولا اجنبي؟ عراقي قوقية. عراقي أي. واجنبي. انت زوراي؟ اي. عافيه؟ اي. واجنبي؟ ومن اجنب لاعب وسط عندي. شو اسمه؟ مودريتش. مودريتش. زين، هسه الجول شو واقف؟ اذا أي. اقول لك تجيب عليه جول شو اجيب. تسوي؟ يلا هاي طوبه جوا رجلك، خذها يلا جيب لنا جول. كيفك شو تسوي سوي؟ اريد جول. بطل 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 حمودي. مجال كرة القدم مو فرد، مو مثل الدراسة. قبل محمد طبيت لك على محاضرتك بس ما يخالف، يفهمون عليك. حبيبي. انت البراعم يهمك مو؟ من يا عمر ليا عمر؟ احنا عمر يعني احنا عندي ذول 2018 زين. 2017 اكبر واحد بيهم 2016 15 15 اكبر أي. واحد، اكبر واحد 10 سنوات. اي 10 يعني عندك 7 وعندك 8. يعني هسه عندي ياسين ذاك الكتكوت ذاك القاعد هنا. هذا 18 زين. 19 يوسف 18 خلدون 19. زين، بعمر ال7 سنوات وال8 سنوات شلون تقدر تتعامل وياهم؟ اتعامل شلون؟ وياه يعني انا صار لي عندي خبره، صار لي 7 سنوات بهاي زين. فاعرف فكره واعرف شو يريد بهذا المجال. التاسيس يبدي من هذا العمر. طبعا مو؟ اكيد. منو عندك مواهب تقول ذولا الواعيين زينين؟ موهبه يوسف حارس ممتاز. هذا شبل. ابو نظارات. ايه. ايه. شبل مهاجم فتاك. ابو كيرلي؟ عندك ايش بيه محمد صلاح؟ ايه ايهم هذا فذ هذا مستقبل. وتيم. هذا ان شاء الله هو تيم. هذا ان شاء الله بالمستقبل راح تشوفوه بملاعب وانديه جماهيريه. هذا شو اسمه هذا؟ هذا يمان هم موهبه، هذا 2018. يمان؟ انا اريد احكي يمان. يلا يمان قوم. لا انا اروح له. تعال يمان. شوف الشكل الحلو، شوفوا المرتب. يمان انت ايش قد عمرك؟ 7. 2007 عمرك؟ لو 7 سنوات. 7 سنوات. عمرك 7 سنوات مو؟ زين، ايش تلعب؟ مدافع. مدافع قوي؟ اي. تضرب المهاجمين؟ اي. يعني اذا مهاجم يجيك سريع وايد تكسره. اي طبعا. لا ما تخاف. انت يجيك شكلك حلو بس ما تخاف، مو صحيح؟ يعافي عليك. زين، منو من المدافعين انت تحب؟ شيخ راموس. شو راموس؟ تلعب مثل انت؟ يعني شجع الريال. اي. منو اكثر من الولد من ذول اللي قاعدين يمك صديقك؟ هذا عبد الحليم. هذا وراك. وين؟ تعال انت صديقه؟ ايش تلعب انت؟ مدافع. افتر خلي الناس يشوفون بشكل حلو. شنو اسمك انت؟ عبد الحليم. هم مدافع؟ اي. انتوا تلعبون اثنينكم سويه؟ اي. شنو حققتوا بطولات؟ احنا يعني جديدين بالاكاديميه ما بعدكم جديدين. بعدنا ما لاعبين هاي البطوله. طبعا هاي الاكاديميه بها فئات عمريه متعدده يعني، وهاي الفئات هي مهمه اللي هي تنطي ثقل للمنتخب العراقي يعني مستقبلا. فوجود الاكاديميات وتنوعها شيء مهم جدا، انه تنطي هذه المواهب قدره على التطور وعلى التطوير. فبالتالي اليوم احنا ندعم هاي الاكاديميات، ولذلك طالعين في هذه الجوله حتى نشوف اكاديميه مهمه من ضمن الاكاديميات اللي موجوده بالعراق. خليكم ويانا، راح نطلع من الفئات العمريه نروح للجول. انا وكابتن عمار من بدايه الجوله كان يتحداني انه افوز عليه. انا اللي ما تعرفون بي، انا افضل لاعب بالتاريخ قدم برامج. افضل لاعب بالتاريخ قدم برامج. ضد منو؟ ضد كابتن عمار والاكاديميات. راح اخذ موهبه وهو ياخذ موهبه ونشوف من يفوز بالاخير. يلا صفقه للتصوير، كادر تصويري، صفقه قويه قويه. على قد ما جبت اهداف تعبت، فقلنا خلينا نختم هاي الجوله ونخلص. انا طلعت منها ضايج،
وشلت تكرمون حذائي واطلع من الساحه تلقاني فادي. ايش قال لي فادي؟ قال لي عمو الجول مالتك يخبل. عيد السالفه الله عليك. هو اول شيء شوت يرصد الحارس. وبعدين اخذ وحده اضافيه. ويعني عالميه كانت. عالميه مو صحيح؟ الله عليك مو صحيح فادي؟ انا عالمي، ما اقول لكم احسن لاعب بالعالم يعني ما تقتنعون، فاني عالمي وجبت جول وفزت عليهم مو صحيح؟ لاعوب. طبعا بهذه التصريح الاخير انه اني لاعوب كانت ختام جولتنا. هذه عوده لبرنامج يوم جديد وكذلك الزميلات.